من داخل جامعة الزقازيق وتحديد كلية التربية الرياضية بنات، شرفت بحضور مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة إيمان فتحي لطفي، اللي هي صديقتي على المستوى الشخصي. وسعيدة إن أنا فعلا كنت معاها النهاردة، سعيدة بصف الدكاترة، قد إيه المناقشة كانت شيقة، وسعيدة باللي هم قالوه فعلا أثناء المناقشة. مبروك يا أمان، ألف 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 مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي. النهارده انا لاحظت ان صف الدكاتره كله نون النسوه، مقصوده ولا جايه كده؟ لا والله هي جت بالصدفة إن الدكتور اللي كان دعاناه للمناقشة حصلت له ظروف مرضية فما قدرش يجي، فاضطرينا بقى نعيد التشكيل من تاني، واضطرينا بقى الدكتورة هبة جت تناقشنا. لاحظت الدكتوره هبه عبد العظيم بالتحديد بتقول لك اشفقت عليكي في اختيار موضوع الرساله. عنوان الرساله ايه؟ تأثير البرنامج باستخدام القدرات الحركية، الألعاب الرياضية على القدرات الحركية ومستوى أداء بعض مهارات الجمباز على أطفال مفرطي الحركة. يعني ده التخصص ده للاطفال مش للكبار؟ لا للأطفال. للاطفال فقط. شايفه ان ده تخصص اصلا صعب شويه؟ شوية بالذات إن الأطفال في السن ده وبالذات مفرطي الحركة صعب إنك تقدري تتحكمي فيهم وتقيسي عليهم البحث أو تطبقي عليهم البحث، خصوصا الأطفال بطبيعتهم عاديين كثيري الحركة ما تعرفيش تسيطري عليهم. تمام. بقى الأطفال كمان مفرطي الحركة اللي عندهم تشتت وعدم انتباه والتركيز وكده، فبيبقى صعب شوية إن أنت تطبقي عليهم البحث. تحبي تقولي بقى ايه للدكاتره بتوعك النهارده؟ والله أنا بشكرهم على تحملهم ليا وصبرهم عليا، وإن هم شملوني بعطفهم ورعايتهم بصراحة، واعتبروني كأني أنا كنت بتعامل معاهم مش مشرفة وباحثة، كنت بتعامل مع إني أخت لأختها أو أم لبنتها بصراحة. يعني أنا ما يعني بحسد نفسي عليهم وعلى إن أنا شرفت بالمجموعة المشرفين والمناقشين ليا. حسيتها في كلامهم ان هم فعلا معجبين باخلاقك، واخلاقك اصلا تاخدي فيها رساله. بس يا امان، لاحظت الدكاتره كل التقدير والتحيه ليهم، لاحظت ان الدكاتره ما فوتوش ولا هدنه في الرساله، ولاحظت ان هم حريصين جدا على اللغه، ودي حاجه عجبتني جدا جدا جدا، وخصوصا ان الرساله بعيده جدا عن اللغه. الف 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 مبروك، والف مبروك ليكي ولينا بيكي. الله يبارك فيكي وربنا يخليك يا رب، وشرفت بوجودك وحضورك ليا المناقشة، وشكرا لوجودكم معي. الف الف الف